ازيكم يا شباب؟ فيلمنا بيبدأ في غابة مع مجموعة صيادين بيحاولوا يصطادوا قطيع ذئاب، فبيحاول القطيع يهربوا منهم لأنهم معاهم ذئاب صغيرة، وساعتها بيظهر واحد من الذئاب قدام الصيادين وده عشان يشتته ويدي فرصة للذئاب الصغيرة إنهم يهربوا، ولكن بيكون في ذئب صغير مستخبي في الزرع، وساعتها بيشوف الصيادين قدام عينه وهم بيخلصوا على أبوه، فبيخاف جدا ويهرب من المكان بسرعة، وساعتها بتدور عليه والدته في الغابة لكنها مش بتلاقيه. بنروح بقى بعدها لبنت اسمها فيكتوريا وهي راكبة العربية مع والدها ستيفن عشان هينقلوا البيت جديد قريب من الغابة، وده لان والدتها توفت من 5 شهور، ومن ساعتها فيكتوريا ما بتتكلمش نهائي وحالتها النفسيه سيئه، ولما بيوصلوا البيت بتقعد فيكتوريا في اوضتها وبتكون حزينه، فبيجي والدها يتكلم معاها وبيعرفها ان خالها تيري وصل عشان يزورهم، فبتفرح وبتروح تسلم على خالها وبتحضنه، وبالليل بتنام فيكتوريا على رجله وبيكون متعاطف معاها لانها دلوقتي بقت وحيده ومش قادره تنسى حزنها على والدتها، فبيقول له ستيفن انه قلقان عليها جدا لان بقى لها 5 شهور مش بتتكلم، بس تيري بيقطع كلامه وبيقول له انه ده طبيعي لانها كانت متعلقه بوالدتها، ومع الوقت هتبدا تنسى حزنها وهترجع تتكلم مره تانية. وبعد شويه بيروح تيري يركب العربيه وبيودعه وبيمشي، في الصبح بيصحى ستيفن وبيلاقي العربيه بتاعته بايظه، فبيحاول يصلحها وبيقول لفيكتوريا انه هيروح للسوق بكره وبيطلب منها تكتب له الحاجات اللي عايزاها عشان يجيبها لها، لكنها بتتجاهل كلامه وبتدخل تقعد لوحدها في البيت، وساعتها بيعرض عليها انهم يخرجوا ويتمشوا شويه في الغابه، فبتوافق فيكتوريا وبيروحوا يتمشوا لفتره طويله لحد ما بيطلعوا هما الاثنين فوق جبل عالي، وهناك بيقول لها ستيفن انه كان بيقعد في المكان ده هو والدتها قبل ما تموت، فبتلاحظ انه حزين جدا على موت والدتها وبتروح تحضنه، بس بعد ما بينزلوا من الجبل بيتفاجئوا انهم تاهوا ومش عارفين هم راكنوا العربيه فين، فبيروحوا بيت مزارع جنب الغابه يمكن يقدر يساعدهم، فبيديهم المزارع شويه ميه عشان يشربوا، وساعتها بيروح ستيفن يغسل ايده، فبتشوف فيكتوريا صندوق صغير نايم فيه الذئب الصغير وبتكون فاكراه انه كلب وبتفضل تطبطب عليه، فبيجي مزارع يتكلم معاها وبيقول لها انه لقى الكلب ده تايه في الغابه وسماها ميستري، ولما بيلاحظ انها حبت الكلب فبيقرر يديهولها هديه، فبتحطه فيكتوريا في شنطتها وبياخدها المزارع هي ووالدها في عربيته وبيروح يوصلهم للمكان اللي ركنوا فيه العربيه، ولما بيرجعوا للبيت بتدخل فيكتوريا لاوضتها وبتطلع الذئب ميستري من الشنطه وبتبدا تلعب معاه، بس فجاه بتسمع والدها ستيفن وهو بينادي عليها، فبتخبي ميستري في الصندوق بسرعه عشان والدها ما يشوفوش، وبتقرر انها تخبي عليه موضوع الذئب. المهم تاني يوم بتجهز نفسها عشان تروح المدرسه وبتروح عشان تحط ميستري في الدولاب، لما بتوصل المدرسه بتكلم ستيفن وبتقول له انها بدات تحب البيت الجديد، فبيفرح انها اتكلمت اخيرا وبيعرفها انه هيجي ياخدها بعد المدرسه، ولما بيمشي بيتعرف على واحده اسمها انا وبيتعرفوا على بعض، وفي نفس الوقت بيطلع ميستري من الدولاب وبيفضل يلعب بالالعاب بتاعه فيكتوريا وطبعا بيبهدل الاوضه كلها، ولما بترجع فيكتوريا من المدرسه بتقعد تلعب مع ميستري في اوضتها، فبيجي ستيفن عشان يطمن عليها وساعتها بيشوف ميستري فبيسال فيكتوريا انت جبتيه منين، فبتقول له ان المزارع هو اللي اداهولها هديه وبتترجاه انه يسيبه ويتربيه لانها حبته، فبيفهم ستيفن انها رجعت اتكلمت اصلا بسبب انها حبت ميستري، فبيوافق انها تربيه، ومع الوقت بيكبر ميستري وبتتعلق بيه فيكتوريا وبتفضل تتكلم عنه طول الوقت وقد ايه هو كلب جميل وغير حياتها للاحسن. المهم في يوم بيوصلها ستيفن لمدرسه وبيقابل انا مره تانية، وما بتشوف ميستري معاه بتقول له انها بتشتغل في مركز حمايه الغابه واول مره في حياتها تشوف كلب غريب شبهه، وبتقترح انه يجي لها المركز عشان تطعم الكلب دوت وتعرف هو من سلاله ايه، فبيوافق ستيفن وبيركب العربيه وبيمشي. المهم في طريقه بيلاقي ان كل سكان القريه عاملين مظاهره، وده بسبب ان الذئاب اللي في الغابه بياكلوا في الاغنام بتاعتهم، ولما بيرجع البيت بيجي تيري عشان يتغدى معاه وبيسال والد فيكتوريا عن سلاله ميستري، فبيقول له انه اكيد من سلاله كلاب الهاسكي وده لانه هادي وطول الوقت ما بينبح. المهم في الصبح بيقابل انا وبتساله انت ليه ما جيتش المركز زي ما قلت لك، فبيقول لها انه نسي اصلا وعرف ان ميستري من سلاله كلاب الهاسكي، فبتشوف سنان ميستري وبتتفاجئ انه ذئب مش كلب اصلا، وبتطلب من ستيفن انه يروح المركز عشان يعملوا شويه فحوصات وتتاكد من، بس ستيفن بيقاطعها وبيقول لها ان ده مستحيل لان ميستري عايش معاهم بقاله فترة واكيد لو ذئب كان هيعرف ده من بدري، وبعدها بيسيبها وبيمشي، ولما بيرجع البيت بيعمل بيت صغير لميستري عشان ينام فيه وبيطلب من فيكتوريا ما تخلوش ينام معاه في اوضتها ابدا، ولكن بالليل بيتفاجئ برضه انه جاي ينام جنب فيكتوريا وبيعرف ان ميستري بيخاف ينام لوحده وان اتعود خلاص ينام جنبها على السرير، وتاني يوم بيروحوا يتمشوا في الغابه فبتقابل الذئبه والدة ميستري تفضل تبص عليه من بعيد وبتكون مفتقداه، فبتشوفها فيكتوريا وبتكون خايفه عليه منها، وساعتها بياخدها والدها ستيفن وبيمشوا بسرعه من المكان وبيروحوا للمركز بتاع انا عشان يعملوا فحوصات على ميستري، فبتقول لهم انا انه ذئب من فصيله الذئاب الرماديه، وبعدها بتتكلم مع ستيفن عن انفراد وبتقول له ان الذئب ميستري طيب ومش بيشكل خطر عليهم ولا حاجه، بس المزارعين اللي في القريه بيكرهوا الذئاب جدا ولو شافوها هيخلصوا عليه، فبتقترح عليهم انه يودوه ميستري المحميه الطبيعيه في ايطاليا لان دوت هيبقى امن مكان ليه، بس ستيفن بيرفض لان بنته فيكتوريا متعلقه بيه قوي وبالتالي ممكن حالتها النفسيه ترجع تسوء اكتر من الاول.
واول ما بيرجع البيت بيطمن فيكتوريا انه مش هيخلي حد ياخد منها ميستري، وبعدها بيدخلوا المخزن عشان محدش من المزارعين يشوفه. المهم في الوقت ده بتهجم الذئبة والدة ميستري على قطيع خرفان، والقطيع ده بيبقى بتاع مزارع ساكن جنب ستيفن. فبيروح المزارع يتكلم مع ستيفن وبيقول له لو عندك حيوانات خبيها في البيت فورا، وده لان في ذئب هجم على الخرفان بتاعتي. فبيتضايق عليه ستيفن وبيقول له انه ما عنديش حيوانات، وبيركب عربيه مع بنته فيكتوريا عشان رايحين حفله. ولكن المزارع ما بيصدقوش وبيفضل يفتش في البيت هو وصاحبه لحد ما بيشوفوا الذئب ميستري في المخزن، فبيخافوا جدا منه. وساعتها بيتصلوا على انا عشان تيجي تاخد ميستري، ولكن انا بتكون في الحفله مع ستيفن، فبتضطر انها تجيب لهم عمال من مركز حمايه الغابه وبتروح تاخد ميستري. وساعتها بتنهار فيكتوريا وبتفضل تعيط وبتقول لوالدها انها بتكرهه عشان سمح لهم انهم ياخدوا ميستري. مع الوقت حالتها النفسيه بتسوء وبتفضل تعيط كل يوم في اوضتها وما بتتكلمش مع اي حد. فبياخدها ستيفن وبيروح اجتماع عامله مع سكان القريه، وده عشان يقنعهم انهم يخلوا بنته تربي الذئب ميستري، لكنهم بيرفضوا لان الذئاب بتشكل خطر كبير على الاغنام بتاعتهم. ولما بيركب العربيه بتفاجئوا انها كانت عارفه من الاول ان ميستري ذئب مش كلب، ومع ذلك صممت تربيته لانها عارفه انه مش هيعمل لها حاجه. وبعد فتره بتروح فيكتوريا للمدرسه وبيكون المدرس قاعد يتكلم معاها، وفجاه بتسمع صوت بره وبتخرج تشوف فيه ايه. بتتفاجئ ان ميستري واقف مستنيها وبتلاقيه انه كبر وبقى ضخم، فبتفرح جدا وبتاخده وبتمشي، وده عشان محدش من اهل القريه يشوفه ويخلص عليه. في نفس الوقت بيكون والدها ستيفن في البار، فبتيجي انا تتكلم معاه وبتقول له ان ميستري هارب من المحميه، وغالبا كده بيدور على فيكتوريا لانه بيحبها. وقبل ما تكمل كلامها بتجيله مكالمه من المدرسه بتاعت فيكتوريا وبيعرفوا انها مشي في المدرسه، والناس شافوها ماشيه مع الذئب ناحيه الجبل. فبيروح ستيفن يدور عليها هناك لكنه مش بيلاقيها، وفجاه ساعتها بيلاقي ان ميستري قدامه، فبيمشي وراه في الغابه لحد ما بيوصل لفيكتوريا وبيلاقيها قاعده على الارض ومش قادره تتحرك من شده البرد. فبيشيلها وبيروح يقعد في بيت مزارع لان بيتهم بعيد عن المكان. وتاني يوم بتيجي انا وتيري عشان يطمنوا عليهم، فبتقول لهم فيكتوريا ان الذئب ميستري لسه فاكرها وبيحبها، وفي نفس الوقت بيكون في مجموعه صيادين في الغابه بيدوروا على الذئاب عشان يصطادوهم. وساعتها بيتكلم ستيفن مع فيكتوريا وبيطمنها ان الذئب ميستري في الغابه واكيد رجع لعيلته، فبتقول له انها بتحبه وعارفه انه مستحيل يتخلى عنها. وقبل ما تكمل كلامها بتلاقيه جاي ناحيتها، فبتفرح وبتروح له بسرعه. ولكن فجاه بيظهر واحد من الصيادين وبيضرب عليه نار، فبيروح ستيفن يضربه وبياخد ميستري البيت، وده علشان يطلع رصاصه من جسمه. وساعتها فيكتوريا بتكون قاعده بره وخايفه ان ميستري يموت، فبيجي والدها ويطمنها وبيقول لها انه لسه عايش. وبعد فترة بتروح أنا تتكلم معاه وتقول له إنها جابت له تصريح للذئب ميستري عشان يعيش في الجهة الشرقية من الغابة، وده هيبقى أمن مكان ليه لأنه بعيد عن القرية، وبالتالي محدش من المزارعين هيقدر يتعرض له. وبعدها بيروحوا يبلغوا فيكتوريا بالخبر دوت، وبيتوقعوا إنها ترفض لكنها بتقول لهم إنها موافقة لأنها خايفة من المزارعين يخلصوا عليه. وفي الصبح بتحضنه وبتفك الطوق من على رقبته وبتقول له امشي وروح لعيلتك. فبيتردد في البداية لأنه بيحبها، لكن أول ما بيشوف عيلته بيروح لهم مرة تانية. وبيخلص فيلمنا، يا رب يكون عجبكم. بس كده.